الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم يا رجاله؟ اخباركم ايه؟ جينا لوقت العمل، جينا لوقت الجد، جينا للوقت اللي احنا هنتكلم فيه. عمل ايه؟ هنتكلم فيه ازاي تبقى مندوب مبيعات ناجح ومحترف. يهمني قوي ان المندوب مبيعات يبقى ناجح، ويهمني قوي ان الناس تاخد الفكره ان دي مهنه انا اقدر اشتغلها زي الناس اصحاب المهن. الناس في اصحاب مهن كتير، والناس دي بتكسب كويس من المهنه بتاعتها. انا ان شاء الله باذن الله هخلي مندوب المبيعات محترف مهنه عندي. اول حاجه انا عايز اعرفك يعني ايه فكره مندوب مبيعات. يعني ايه مندوب مبيعات؟ مندوب مبيعات بيبقى شخص بينوب عن شركه، عن مصنع، عن مكان بيبيع حاجه معينه. فالراجل صاحب المكان بيعين او الشركه بتعين مندوب مبيعات عشان يكون مندوب ليه، علشان يكون هو الراجل اللي بيمثله. فتخيل بقى انت اي حد بي بيعمل حاجه زي كده بيبقى ايه؟ عايز حد بيرفكت، عايز حد شخص يكون شخص شكله كويس، شخص يكون لبق، شخص يكون قادر ان هو يبيع له المنتج ويظهر بصوره محترمه للعميل بتاعه. طبعا احنا اللي بيبيع حاجه بيبيعها لعميل. آه، فبالتالي انت لما تحاول تشتغل المهنه دي لازم يكون في شويه مواصفات لازم تكون فيك عشان تشتغل المهنه دي وتستمر فيها. مش تشتغل شويه وبعد كده تلاقي نفسك ايه؟ القصه متعبه، القصه مرهقه، القصه صعبه. هي قصه صعبه بس حلوه. ليه؟ لان فيها تحدي، فيها دايما افكار، فيها دايما تارجت، فيها دايما وسيله ان انت توصل للهدف بتاعك. آه، من احد المواصفات احنا هنبدا نتكلم في الموضوع عملي. مواصفات مندوب المبيعات الناجح. وزي ما قلت لك انا عايزه ناجح ومحترف. هنيجي زي ما قلت لك الفكره ان انت خلاص انت راجل اشتغلت تبع مصنع، تبع شركه، تبع مكان بيبيع منتج. بدات الراجل بدا يدور على حد زي كده. فايه المواصفات اللي احنا هيبدا يدور بيها على المندوب المبيعات؟ اول حاجه لازم تكون حسن المظهر، تمام، ولبق. طبعا حسن المظهر من غير افوره. في شركات بتشغل الناس بتاعتها فورمال. ازاي فورمال؟ يعني يلبسوا كرافات وبدله وفي شركات بيصر بكده، يقول لك انا عايز الشخص يكون بالنسبه للعميل يعني في احسن مظهر. في شركات بتصر على كده، الشركات الكبيره دايما، والشركات اللي هي بتتعامل من خلال مثلا بيروح يزور دكاتره، بيروح يزور صيادله. فبيحاولوا يخلوا الناس اللي زي كده فورمال وتظهر باحسن بتظهر باحسن حاجه. زي ما قلت لك انت لو بصيت لفكره المندوب، هو مندوب عن المكان. اللي هو ايه يعني؟ فيما معناه كده بينوب عن الشخص اللي هو موجود، صاحب الشركه او صاحب المكان. ففكره المظهر لازم تكون شكلك لحد ما كويس من غير افوره. لازم تكون منسق. حتى الشكل العام ما يكونش شعرك منعكش، ما يكونش المظهر العام. ليه؟ لان الانطباع الاولاني ده مهم جدا. يعني فيرست امبريشن ده حاجه من اول لقطه كده. انت داخل على العميل، بيبدا العميل يبص على الراجل اللي داخل عليه ده، يشوفوا ايه مظهره ايه. الحته دي مهمه جدا، خد بالك، وبتخليك توصل زي ما بيقولوا كده في اريحيه. لما العميل بيبدا من اول لقطه كده يرتاح من منظرك، فبتبدا اللقاء كله بيبدا ايه؟ في اريحيه في التعامل. فدي نقطه مهمه. طبعا فكره ان انت تكون ريحتك كويسه، فكرك تكون ان انت برضو داخل لو عندك برفان ماشي، لو عندك زي ما قلت لك الحاجات دي كلها فعلا انت لازم تبدا صح علشان تنهي صح. فانت لما بتبدا من الاول صح بتلاقي في الكول ماشي معاك بشكل كويس، وبعد كده تلاقي نفسك خلاص الموضوع بيقفل معاك في الاخر بطلبيه اللي انت رايح لها المهمه صح. تاني حاجه اللباقه. من اهم حاجات، من اهم الحاجات برضو ان انت تكون لبق.
طبعا لبق في كلامك، لبق في طريقتك، لبق في التعامل، لبق في ان انت احنا كان دايما واحد بقى ربنا يصبحه بالخير ويديله الصحه، يقول لك ما تخليكش وانت مندوب حشري. يعني مثلا ايه، ما تدخل. ودي حصلت مع مندوب اعرفه، دخل عمل حركه مع عميل، وعميل ما شاء الله كان عميل، كان زي جمله، والعميل عنده حاطط جنبيه ما شاء الله زي كرتونه، وما شاء الله مليانه فلوس من الشغل، كان سيزون. فالمندوب ايه ده؟ قال له ايه ده كل دي فلوس؟ فغالبا يعني المندوب ده ما تعملش تاني مع العميل ده. ففي حاجات مهمه جدا لازم انت كمندوب مبيعات تبقى انت واخد بالك منها، وزي ما بيقولوا كده ايه، يعني حريص ان انت تظهر حريص تبقى لبق، لبق في الكلام زي ما قلت لك، لبق في ان انت تتعامل. اللباقه في التعامل دي حاجه مهمه جدا، وانا انصح الحد فيها. وبرضه بالتدريب بتيجي، بالتدريب. وزي ما قلت لك ان انت ما تلاقيش نفسك، ما تدخلش نفسك في حاجات انت مش مهم يعني ان انت تسال عنها او حاجه زي كده. الخطوه الثانيه اللي معانا في في مواصفات المندوب المبيعات، ان انت لازم تكون واثق في نفسك. والثقه في النفس دي على فكره بتيجي من الحاجات اللي انا بقول عليها. اولا ان انت لازم يكون مظهرك كويس، فلما يكون مظهرك كويس هيبقى عندك ثقه ان انت راجل داخل شكلك كويس، فهيبقى بالتالي مش قلقان من الحته دي. الثقه بالنفس كمان بتيجي بالعلم. لو انت علمك كويس، علمك كمنتج وعلمك كتدريب وعلمك كده، هتلاقي نفسك برضه نفس القصه، عندك ثقه في نفسك. لما تكون المنتج بتاعك انت قاري عنه كويس، هتلاقي نفسك عندك ثقه في نفسك، هتلاقي عندك مرتاح ان انت بتشتغل، ومرتاح ان انت آه، يعني هتلاقي نفسك في ثقه في النفس. فدي نقطه مهمه جدا. يجب ان يتحلى مندوب المبيعات بالثقه بالنفس والثبات الانفعالي. كلمه الثبات الانفعالي دي يا جماعه فكره، يعني انا شايفها مربط الفرس في مندوب المبيعات، وخصوصا المناديب اللي هي في بدايه شغلك، واللي هو بياخد الكارير من الاول، اللي هو بيبدا ياخد يبقى مندوب مبيعات مثلا كاش فان. انا دايما اتكلم على الكاش فان لاني في التجزئه دي مهمه جدا، ومن الحاجات ليه الثبات الانفعالي بيعلمك الصبر. لازم بيكون الثبات الانفعالي بتاعك، ردود الافعال من العميل، وردود الافعال من الناس الموظفين اللي انت راح تتعامل معاهم في شركه. فلازم يكون عندك ثبات انفعالي في الحته، يعني مهمه جدا 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 الثبات الانفعالي. عميل كان اتعامل معاك بشكل غير لائق، حصل معاك موقف، كل ده بيخليك في الاخر انت زي ما بيقولوا كده قادر ان انت الثبات الانفعالي بيديك ثقه في النفس، بيخليك هادي، بيخلي اللي قدامك بيحترمك لما بيلاقيك راجل رزين وعندك ثبات انفعالي. وطبعا ده زي ما قلت لك برضه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بكده كمان: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الحته دي مهمه قوي، ان انت تكون قادر ان انت تتحكم فيها في نفسك، ان انت لا تغضب. فبالتالي كده هيبقى عندك ثبات انفعالي. مهارات التواصل دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت الفكرة من مهارات التواصل إن أنت بتحاول توصل مع العميل إن أنت يبقى في تواصل. فأنت لازم مهارات التواصل دي تكون طبعا دلوقتي كمان بقى في تواصل عن طريق التكنولوجيا، السوشيال ميديا، طبعا الفيسبوك، الحاجات التيك توك، الحاجات زي الكلام ده. الحاجات دي مهمه جدا ان انت يبقى عندك فكره في التواصل. وانا كمان قصدي في التواصل هنا ان انت قدره على الكلام وفتح الحوار. دي نقطه مهمه جدا، ودي احنا اتعلمناها وبنعلمها للناس، ان انت ازاي تقدر تفتح حوار. آه، بننصح دايما الناس اللي بتشتغل في المبيعات: ابعد عن الحوارات الجانبيه اللي هي سياسه، واللي هي دين، واللي هي خصوصا الناس اللي بتسافر بره زي الخليج وكده. هيقابل طوائف كتير، وهيقابل ناس كتير جنسيات وحاجات زي كده. فدايما كانوا ينصحونا احنا صغيرين، يقول لك ما تتكلمش عن الدين، ما تتكلمش عن السياسه، ما تتكلمش على حاجات الرياضه وبتعصب. يعني دي مهمه قوي. ابعد عن التعصب، وابعد عن
فكره الناس تكون متعصبه في الدين او في الرياضه. الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ان انت تبعد عن الحته دي، وان انت يبقى فتح الكلام بحوارات حلوه. ودي برضو مهاره كويسه على فكره. الناس بسهوله ممكن تقدر تفتح كلام وتقدر تشتغل مع الناس بفتح كلام. تفتح كلام على بضاعه، بتفتح كلام على وضع، على مكان، على المنطقه، على فاهمني، على لبسه، على لبسك، على انت ايش يعني، ايه الشياكه دي، ايه الكلام، فاهمني. الحاجات اللي زي كده بتخليك تفتح كلام مع العميل بشكل محترم. وزي ما قلت لك، ابعد عن سياسه، ابعد عن دين، ما لهمش لازمه. ليه؟ لان انت ممكن تتعامل مع واحد مسيحي، ممكن تتعامل مع واحد هندي، ممكن تتعامل مع واحد هندوسي، ممكن تتعامل مع، يعني انا في الصين في المصانع بنزورها، تلاقي المصنع الواحد بيصنع لمساجد، وبيصنع للكنايس، وبيصنع للمعابد، وبيصنع. هو الراجل بتاع بيزنس ملوش دعوه بفكره الدين. انت كمان خليك كده، خليك راجل بتاع بيزنس، خليك راجل اللي هو آه، قادر ان هو يفتح حوار بعيد عن الحاجات اللي هي ممكن تكون شائكه، وبعيد عن الحاجات اللي هي ممكن تكون تمس حد. دي نقطه مهمه جدا. برضو حابب قوي ان انت طريقه فتح الكلام، ان انت يكون التون بتاع صوتك كمان، دي مهمه قوي، يكون مناسب، ما يكونش بتزعق، وما يكونش انت بتتكلم مع راجل بشكل يكون كده. كمان انت وانت بتعمل كول، انت ممكن تكون قاعد مع عميل وفي مندوب تاني واقف، فانت خلي برضو صوتك، لان طبعا المندوبين التانيين بيشوفك انت بتبيع ايه، والسعر ممكن يلقط منك سعر وانت شغال، يضربك في الطلبيه. بعدين انت ما تطلع يقول له يا عم دي قال لك على دي مثلا ب 100 ريال، لا انا هديها لك ب 80، ضرب لك الطلبيه. فخليك في كمان الحته دي اللي هي فكره التون، تون صوتك، ان انت بتحافظ كمان على سريه معلوماتك. القدره على الاقناع الخطوه اللي بعد كده دي. المندوب الناجح هو من يستغل فرصه البيع وتحقيق الهدف الزياده البيعيه. انت رايح ليه يا باشا؟ انت رايح علشان تعمل طلبيه. فانت مهمتك انت كمندوب مبيعات، ان انت تقدر تقنع العميل ان ياخد الطلبيه بتاعتك اللي هي الهدف بتاعك. وانا دايما كنت بدرب الشباب ونتكلم مع الشباب على ايه، دايما لكل زياره بيعيه لازم يكون ليك هدف. لازم ما تدخلش كده، ما تدخلش اللي هو ايه، على التساهيل. هي على التساهيل، كله على التساهيل، ودي حاجه طبعا لازم تكون ربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا امورنا. بس انا قصدي اقول لك ايه، انت كراجل مندوب مبيعات هيبقى حياتك كلها تارجت. انت حتى حياتك الشخصيه هتلاقيها بعد فتره بتتحول لكلها لتارجت. عندي تارجت ان انا اعمل كذا، عندي تارجت اتجوز، عندي تارجت اجيب شقه، عندي تارجت اجيب عربيه، عندي تارجت. هتلاقي حياتك كلها، وهتلاقي حياتك كلها حسابات. هتلاقي حياتك كلها انت بتحسب. طب أنا النهارده ميزانيه البيت ايه، الاخبار، طب اصرف قد ايه. فهتلاقي مهنه المندوب المبيعات هتحولك لشخص، دايما شخص بيحسب زي ما قلت لك، بيحسب هدف، بيحسب هدف، بيحسب عموله، بيحسب انسنتيف، بيحسب مبيعات. يعني قصه كلها حياتك كده. القدره على الاقناع، ان انت زي ما قلت لك هتقدر تقنع العميل بطلبيتك، دي حاجه مهمه جدا. وبرده زي ما قلت لك ما تخافش، دي بتيجي بالتدريب. التدريب اللي هو يخليك تقدر ازاي تقنعه، وازاي تعالج الاعتراضات، دي هنتكلم عليها. مهمه قوي معالجه اعتراضات العميل، دي من احد وسائل اقناع العميل ازاي تعمل طلبيه. الذكاء الاجتماعي، دي الكلمه اللي هي كنت بتكلم عليها في اللباقه، اللي هي الذكاء الاجتماعي. ازاي تبقى ذكي اجتماعيا، وازاي تقدر تكون تتعامل مع جميع شخصيات المجتمع، لان العملاء من المجتمع. دي مهمه قوي. انا هبدا تاني من الذكاء الاجتماعي في الحلقه الجايه. اتمنى اكون فدتكم في الحلقه دي. دعمونا على قناتنا على اليوتيوب، قناه مدرسه البيع ايهاب الماحي. سبسكرايب وشير ولايك. انا ما بحبش اقول الموضوع ده، بس هم قالوا لي لازم تقول كده. فسبسكرايب وشير ولايك. لو عندك اي سؤال في الحلقه اسالني، هتلاقيها موجوده على قناه اليوتيوب ايهاب الماحي مدرسه البيع.